عاوز مكسب سريع، عاوز يكسب. قول لي ما فيش رقابه، في رقابه، بس هتمسك مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ كلهم بقوا مافيا، عاوزين يكسبوا كسب سريع وفي نفس الوقت اقل جوده واقل منتج واقل كفاءه وباعلى سعر. حل أزمة الاقتصاد المصري في 3 كلمات. كل رجال الاقتصاد مركزين ازاي يوفروا عملة صعبة وازاي يجيبوا دولار وسابوا المشكلة الأساسية. يا ريت تسمع الفيديو معايا للآخر، ولو عجبك شيره بقى على أوسع نطاق وخلي الناس كلها تسمع وتعرف حل المشكلة فين بالظبط. كل حاجة بتغلى، مفيش شغل، هنعمل ايه طيب؟ تعبنا. عمونا من الاسعار يا تجار. انا دكتوره واقبض 5000 جنيه في الشهر. الكليه دي بنقعد نذاكر لها كتير علشان المفروض ان هي كليه محترمه وكده، واجي اشتغل يقول لي 5000 جنيه في الشهر. ليه؟ دلوقتي السوق المصري بيتبع نظام الرأسمال الحر، نظام الرأسمالية. طيب هو كان بيتبع نظام ايه؟ خلينا نفهم نظام الرأسمالية ايه الاول. نظام الرأسمالية يعني السوق كله قطاع خاص، رجال اعمال، اشخاص بيتحكموا في السوق على حسب العرض والطلب. امال هو كان بيتبع ايه؟ كان بيتبع نظام الاشتراكيه. ايه هو النظام الاشتراكي او النظام الاشتراكيه؟ يعني كان السوق مشترك ما بين الحكومه وما بين الاشخاص. الحكومه ازاي؟ يعني كان في شركات حكوميه وفي شركات قطاع خاص. الشركات الحكوميه كانت مثبته المنتج على سعر معين، فبالتالي القطاع الخاص ما كانش يقدر لا يخزن السلعه دي ولا يحتكرها ولا يزود في سعرها ولا يتلاعب فيها، لان هو كده بيقضي على نفسه. طيب لما شركات القطاع العام دي اتباعت، تفهمني طبعا، لما اتباعت واصبح السوق المصري يتبع نظام الرأسمالي الحر، ايه النتيجة اللي احنا شايفينه دلوقتي؟ طب هل السوق المصري جاهز لاتباع النظام الرأسمالي الحر؟ النتيجة احنا شايفينها، والنتيجة اللي احنا فيه ده. لا الخبراء الاقتصاديين عارفين هي البلد رايحه على فين، ولا الوزراء في الحكومه عارفين، ولا وزير الماليه نفسه عارف البلد رايحه على فين، ولا رئيس الوزراء نفسه عارف البلد رايحه على فين. لسبب بسيط جدا، ان الازمه اللي انت فيها دي مش انت اللي سايق، انت بتحاول تحل، يعني كحكومه كل يوم بتحاول تحل الاوضاع وتحل الازمات اللي في البلد، بس الازمه اللي جايه لك دي انت مش متحكم فيها بنسبه 100% خالص. انت عندك مثلا الفدرالي الامريكي يرفع الفائده ياثر عليه، انت عندك حرب روسيا اوكرانيا بتؤدي لارتفاع اسعار المنتجات الغذائيه فتاثر عليك. كل يوم لازم تحل ازمه، فيظل السؤال احنا هنعرف ايه؟ بلاش، هو سعر الجنيه النهارده في السوق السوداء كام؟ هل هيكون في تعويم تاني؟ مش هيكون في تعويم. الجنيه المصري قدام الدولار بكام النهارده؟ الجنيه المصري قدام الريال السعودي بكام النهارده؟ الجنيه المصري قدام الدينار الكويتي بكام النهارده؟ الجنيه المصري قدام الجنيه السوداني بكام النهارده؟ السوداني بكام اللي فيها حروب ونزاعات بكام؟ طبعا الجنيه المصري بقى اقل عمله في العالم بسبب النظام الرأسمالي الحر. هل احنا مهيئين ليه ثقافيا وفكريا؟ لا، والنتيجه هو ده مش كلامي انا، ده الواقع اللي احنا عايشينه، ودي النتيجه اللي احنا فيها دلوقتي، ان السوق المصري غير مهيئ لاتباع النظام الرأسمالي الحر. الحل دلوقتي انك ترجع شركات الحكومه تاني تنزل السوق، وقف بقى اي مشاريع، وخلي المشروع الاول والاخير والاساسي ان انا اعمل شركات حكوميه اوظف فيها العماله واقضي على البطاله، ادرب فيها الشباب عشان يكون في انتاجيه ويعرفوا يشتغلوا على حسب احتياجات السوق. هيكون عندي بقى شركات وطنيه في السكر، شركات وطنيه في الغزل والنسيج، شركات وطنيه في الحديد والصلب، شركات وطنيه في السيارات والخ الخ الخ. وبالتالي هسد عجز احتياجات اليوميه للمواطن المصري بشركات حكوميه تاني، فالقطاع الخاص لا يقدر يحتكر ولا يقدر يزود في الاسعار ولا يقدر يخزن ويعطش السوق من سلع وشركات الحكومه موجوده، ولا يقدر يتلاعب في الجوده ويتلاعب في المنتج في الجوده بتاعته والكفاءه بتاعته، لان برضه شركه الحكومه موجوده، وكده هيخسر العميل بتاعه. فهيعمل ايه؟ هيقلل عن سعر شركه الحكومه، هيرفع في الكفاءه والجوده بتاعته عشان يكسب ثقه العميل، وبالتالي هيكون في انتاج. حلينا مشكلة البطالة، شغلنا الشباب، فتحنا بيوت، وفي نفس الوقت ظبطنا السوق تاني من نظام رأسمالي حر غرق البلد وودانا كلنا في 60 داهية لنظام اشتراكي تاني، والتجربة خير دليل. النظام اللي احنا فيه دلوقتي هو الواقع اللي احنا عايشينه في النظام الرأسمالي الحر، اللي احنا اساسا مش مهيئين ليه لا فكريا ولا ثقافيا ولا اي حاجة خالص. عرض وطلب. النتيجة ايه؟ لما الحكومة والشركات الحكومية خرجت برجليها من السوق واتباعت،
ايه النتيجه؟ مجموعه رجال الاعمال دلوقتي هل من مزيد، عاوز مكسب سريع، عاوز يكسب. طب هتقول لي ما فيش رقابه، في رقابه، بس هتمسك مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ ليه؟ كلهم بقوا مافيا، عاوزين يكسبوا كسب سريع وفي نفس الوقت اقل جوده واقل منتج واقل كفاءه وباعلى سعر. لما شركه الحكومه تنزل وتظبط الدنيا، هو غصب عنه مجبر انه يبقى احسن من شركه الحكومه في السعر وفي الجوده. ده الحل من وجهه نظري. لو عجبك الفيديو شيره بقى وما تبخلش على الناس. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.